تعال اقول لك بقى ليه الفيس اي دي بيفصل لما بتيجي بتغير شاشه عند حد، وتلاقي مره واحده الفيس اي دي كان شغال، مره واحده بعد تغيير الشاشه الفيس اي دي فصل. انا هنا معايا جهاز اكس ماكس، هغير له المفروض شاشه عشان شاشته بايظه. تمام. اول حاجه لازم تبقى عارفها ان انت مجرد ما بتفتح الشاشه كده، في هنا فلاته، الفلاته دي اللي هي خاصه بسماعه المكالمات، وخاصه بالسنسور، وخاصه بالكاميرا ماسكه ثلاث اجزاء خاصين بالفيس اي دي، فلود اليمينيتور والامبيانت لايت سنسور والبروكسيماتي. وهنا في الدوت بروجيكتور. الدوت بروجيكتور اهو اللي هو جنب الكاميرا، برضو ده جزء من اجزاء الفيس اي دي. إيه اللي بيخلي الفيس اي دي يفصل؟ لو انت رحت عند حد وبتغير شاشة وبعد كده فصل. الشاشة دي وانا برفعها كده، لو انا رفعتها جامد والفلاتة هنا حصل فيها اي قطعة ولا اي قطم، ممكن الفيس اي دي يفصل. لو انا ايدي جت هنا على الدوت بروجيكتور، لو انا ايدي جت على الدوت بروجيكتور وبصمت الدوت بروجيكتور، الفيس اي دي هيفصل. الدوت بروجيكتور ده اللي هو جنب الكاميرا، لو الفلاتة هنا حصل فيها اي قطعة ولا اي تاني بشكل غلط، الفيس اي دي هيفصل. فبالتالي تلاقي بعد ما بتغير الشاشة تيجي تعمل فيس اي دي يقول لك نوت افيلبل، يقول لك نوت افيلبل، غير متاح، يقول لك اي مشاكل. ممكن يبقى شغال وتلاقي الخانه بتاعت الفيس اي دي هيدن، اللي انت بتيجي تعمل منها فيس اي دي تلاقيها هيدن. بسبب ايه؟ بسبب مشكله بتحصل في الفلاتة الاماميه او في الدوت بروجيكتور. عرفت كده ايه المشكله اللي ممكن تخلي الفيس اي دي يفصل وانت بتغير الشاشه؟ كده انا رفعت الشاشه القديمه اهي، ودي الشاشه الجديده. المفروض بقى اللي انا فكيت الفلاته دي اللي هي كانت في الشاشه القديمه وهركبها في الشاشه الجديده. انا وانا بفكها، الفلاته دي بتبقى ملزوقه هنا كده جامد بدبل فيس، وانا بفكها ممكن ابوظ حاجه، اقطع حاجه، يحصل اي مشكله مني. يحصل اي مشكله هنا فوق الامبيانت لايت سنسور، فلود اليمينيتور، البروكسيماتي، الكلام ده كله هنا. بص عشان تبقوا فاهمين، هنا القطعه دي والقطعه دي دول الخاصين بالفيس اي دي، لو حصل فيهم اي مشكله حتى وانا بشيل الفلاته من الشاشه القديمه عشان اركبها في الشاشه الجديده، الفيس اي دي مش هيشتغل، هيجيب لي نوت افيلبل، هيجيب لي يعني غير قادر على التعرف على الفيس اي دي. غير لما انا اطلعها سليمه واركبها الفيس اي دي هيشتغل. طيب لا قدر الله لو الفيس اي دي ما اشتغلش وحصل مشكله والفلاته دي باظت، هل في حل؟ اه في حل. في حل اللي انا ساعتها بنغير الفلاته دي بفلاته اصلي، لازم تبقى اصلي، علشان خاطر بننقل عليها بقى ساعتها ونشيل المكونين دول اللي هم خاصين بالفيس اي دي، بننقلهم على فلاتة جديدة، علشان طبعا خلاص بتبقى الفلاتة كلها باظت. ممكن يحصل قطع من هنا، قطع من هنا، تاني من هنا، تاني من هنا، الفلاتة كلها بتبوظ. بنجيب الفلاتة وبننقل عليها المكون ده والمكون ده علشان خاطر الفيس اي دي يشتغل تاني. ولكن لازم تبقوا عارفين، بس عشان في ناس بتبقى مش عارفة الفيس اي دي بيبقى فصل ليه او ايه السبب. ممكن تبقى مغير شاشة والفيس اي دي يفصل بسبب ايه؟ بسبب زي ما انا قلت لك كده بالظبط. وليه حل؟ اه ليه حل.